السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان تبقى مهندس أو خبير في الذكاء الاصطناعي لازم تكون فاهم الدنيا من جوه بعمق. مش كافي أبدا إن أنت تكون عارف التكنولوجي بتستخدم إزاي. علشان فعلا تكون مهندس لازم تعرف تغير في الحاجة، فلازم تكون فاهمها بشكل كويس جدا. ده اللي بيفرق اليوزر من الانجينير. من أكتر الحاجات اللي بتضايقني أنا شخصيا إن حد يجي يشرح حاجة فيطرح قصادي معادلة، والمفروض ان انا احفظ هذه المعادلة وابدأ ان انا استخدمها علشان احل مشكلة ما. دي اكتر حاجة بتضايقني، واكتر حاجة باذن الله نحاول ان احنا نحلها دلوقتي. عشان كده انا عامل كورس مفصل فيه الاي اي، بياخدك من اول الاساسيات الرياضية والاحصائية لحد ان شاء الله ازاي حاجة زي جي بي تي وخلافه من المودلز الكبيرة بتشتغل. فساعتها نبقى فهمنا الحاجة حقيقي بعمق، فهمنا الأساسيات بتاعتها، عرفنا المعادلات جت منين. مش بس مجرد بنعرض المعادلات ونحفظها ونشوف ازاي نطبقها، لا، نفهمها ونفهم المشكلة. عشان انت اللي هتتحط في البوزيشن ده كإنجينير، ازاي تفكر تحل مشكلة حقيقية قصادك. وكديتا ساينتست كمان ازاي تتعامل مع الديتا، ازاي تطلع من الديتا شيء حقيقي مهم. ان شاء الله انا نفسي الكورس ده يكون البداية من وجود جيل من المهندسين في الاي اي فاهمين فعلا الموضوع بعمق. نحاول ان فعلا الجيل بتاعنا يبقى جيل عربي فاهم هذا المجال بشكل عميق، يقدر ان هو يطور فيه ويبقى لينا فعلا ثقل في المجال. عشان نفسي ان الموضوع ده يكون البداية، انا سميت الكورس المكثف ده البداية. أنا دكتور محمود عيد، دكتور في جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأنا في نفس الوقت باحث في بريطانيا في يونيفرسيتي كوليدج لندن. الشغل بتاعي في ال AI، وشغال في الموضوع بقالي 10 سنين، والحمد لله شغال فيه كتدريس وفي نفس الوقت كشغل أبحاث. في الكورس ده أنا هدفي إن أنا أختصر عليك المسافة، بدل ما تقعد سنين كتيرة تتعلم في المجال وإحنا شايفينه بيتطور يوم بعد يوم. فأنا هدفي إن إحنا نختصر الكلام ده، وأحاول إن أنا ألخص لك بدون أي بخل إن شاء الله الحاجات اللي أنا عرفتها في الشغل بتاع ال AI، ونشوف الموضوع ده بشكل visualized يسهل لنا الدنيا في الفهم، ونفهم الدنيا بإذن الرحمن بشكل عميق جدا. وفي نفس الوقت علشان ناخد الموضوع لستيب أكتر ونشجع الناس على الشغل العملي، فأنا عامل مسابقة على كاجل بجائزة 50,000 جنيه. تقدر ان انت تخش في المسابقة دي لوحدك، او تقدر ان انت تشتغل مع جروب. الماكسيموم بتاعها هيكون 4، وفي نفس الوقت هتكون على ديتا حقيقية وموضوع قوي فعلا. على مدار السنين انا شفت ان الناس بتتعلم بطرق مختلفة، ولذلك انا حاولت ان الكورس يكون مرن. فانا مخلي الكورس لايف، تقدر ان انت تحضره فتسأل الاسئلة اللي انت عاوزها. وفي نفس الوقت لو انت سجلت فيه الكورس كله هتقدر ان انت تاخد التسجيلات بتاعت كل الكورس. فحتى لو في محاضرة لايف انت ما حضرتهاش هيكون معاك التسجيلات بتاعتها طول الوقت بإذن الله. وده طبعا غير الشغل العملي، فانت العملي كله هيبقى معاك تقدر اللي انت تعمله، وان شاء الله تسجيلات الكورس كله برضو معاك ترجع لها في اي وقت. ولذلك بإذن الله تقدر اللي انت تسجل في اي وقت يناسبك. انا حضرت ويب سايت للكورس، في انتراكتيف رود ماب، وتقدر اللي انت تختار التوبكس اللي انت عاوزها براحتك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك الدنيا مرنة، تقدر اللي انت لو عايز تنفسايز على توبيك معين مهم بالنسبة لك اللي انت تحضر هذه المحاضرة فقط، او تقدر اللي انت تحضر الكورس كله يبقى معاك التسجيلات، وفي نفس الوقت تقدر اللي انت تشترك في المسابقة. هدفي بإذن الله علشان يكون الكورس فعلا قوي ان احنا نحاول ان احنا نسد الفجوة اللي ما بين الشغل النظري والشغل العملي. لان احنا كتير قوي بنلاقي حد فاهم نظري كويس، ولكن ساعة التطبيق الدنيا مش بتكون تمام، وده تحديدا بيظهر لما بيحاول يشتغل في شركات. ولذلك بإذن الله احنا هنمشي في الشغل العملي بتاعنا خلال الأسابيع، هنشوف ازاي بنحط المودلز بتاعتنا دي على الكلاود، علشان نبقى مشينا على الموضوع بشكل تدريجي لحد ما نوصل في آخر الكورس اللي احنا نعمل شات بوت لينا في شغل على ديتا بتاعتنا، فنطلع من المنظور بتاع تطبيق برمجة أو مجرد موديل موجود جوه كود معين لحاجة أو سيستم موجود يقدر أي حد يستخدمه. بإذن الله الكورس بتاعنا مجاني بالكامل لو حضرتك أو حضرتك فلسطيني أو فلسطينية. كل اللي عليك اللي انت تبعت لي ايميل بس، وان شاء الله تشترك معانا في الكورس مع امكانية الدخول في المسابقة. انا هنا في الكورس ده مش بفرض اللي انت خبير في البرمجة او خبير في اي حاجة من الحاجات دي، لا، احنا بنبدأ الأساسيات الرياضية بإذن الله من البداية خالص، وبنبدأ البرمجة، يعني إيه أصلا برمجة ويعني إيه بايثون.
فاحنا بنبدأ إن شاء الله من البداية خالص، ولكن هدفي في الآخر إن أنت تبقى مهندس في الذكاء الاصطناعي. ولذلك حاولت إن أنا أجمع لك أقوى ريفرنسز لقيتها في المجال. بنحاول إن إحنا نميكس الكلام ده في الكورس بتاعنا بإذن الله. بص على الريفرنسز دي، لو أنت من المجال أكيد هتعرف إن الريفرنسز دي بالنسبة لنا قوية ومهمة جدا. بإذن الله بحاول إن أنا أحط مجهود كبير في هذا الكورس، بحاول إن أنا أراعي ده في حتى الكواليتي بتاعت الفيديو والأوديو اللي بستخدمه، لحد بإذن الله الأنيميشنز اللي تساعدنا في فهم التوبكس بشكل عميق. وفي نفس الوقت أنا عايزك تشوف الكورسز اللي أنا منزلها فور فري على يوديمي. خش على الموقع بتاع الكورس وهتلاقي التفاصيل بتاعة الكورس فيها لينك للكورسات دي على يوديمي. خد الكورسات دهيت وبص عليها وبص على طريقة الشرح، بإذن الله تكون البداية علشان يبقى عندنا جيل عربي قوي فاهم ال AI. مستنيك في الكورس بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.